هنتكلم عن لحام الكاوتش الداخلي. الادوات اللي انت هتحتاج موضوع لحام الكاوتش الداخلي، فانت هتحتاج ورقه صنفره، بتبقى ورقه صنفره العاديه اللي عند الموان او بالشكل ده، وهتحتاج سيليسيون عشان يساعد في ان انت تلزق الباتش. بالنسبه للمنفاخ فانت عندك النوعين بقى من المنفاخ، ده صغير وعملي وممكن تشيله في جيبك او في الشنطه معاك وانت رايح، والنوع ده كبير بتخليه في الاغلب معاك في البيت يعني. بس في النفخ ده بيكون اسهل عشان اكبر في الحجم. عامه هتبدا تفك الغطا وهتفتح مكان البلف، تركبه في مكانه، تدخله جوه كويس، تقفل عليه، تبدا تنفخ، تبدا تمشي عليه بايدك لحد ما تلاقي فين الخرم، او اما انك تسمعه الخرم هنا، حدد مكان الخرم، تعلم عليه بقلم او ممكن قلم جاف برضه، وتفسي الكاوتش. هتبدا في مرحله الصنفره، بس لما تيجي تصنفر في اتجاه واحد. حط القماص بعد كده تحط سيليسيون. السيليسيون لما تيجي تحطه تحط مساحه اكتر من مساحه الباتش نفسها. لما تيجي تشيل الباتش تشيلها بحيث ان انت ما تلمسش اي جزء من مساحه الباتش من البلاستيك بس. تفضل ضغط عليها نص دقيقه لدقيقه. انت ممكن بعد ما تلزق الباتش ترجع تنفخ كاوتش تاني وتتاكد اذا كان الخرم لسه بيسرب هواء ولا لا، او يا اما تدخله في هنرن رنه واحده. شكرا. انت ما قلتش ميه. اتاكد عامه. ما قلتش الميه برضه. ما هقولها. عامه ممكن بعد ما تلزق الباتش تعمل اختبار اخراني وتنفخ كاوتش وتاكد اذا كان الخرم بيسرب ميه ولا بيسرب. يلا صح؟ الميه كله من الاول. عامة ممكن بعد ما تلزق الباتش تنفخ كاوتش تاني تتاكد اذا كان الخرم بيسرب هواء ولا لا، او يا اما تدخله جوه جرد الميه وتشوف اذا كان في تسريب ولا لا. بس انت لو مشيت على الخطوات اللي احنا قلناها بالترتيب فانت مش محتاج تعمل الاختبار الاخراني ده.